وبعد ما اتقتل سيف الدين قطز في اكتوبر سنه 1260 ميلاديا على ايد ركن الدين بيبرس بعد معركه عين جالوت ب 50 يوم بس في مكان اسمه الصالحيه، المؤرخين اتفقوا انه اتقتل هناك، لكن اختلفوا اتقتل ليه. في روايه بتقول ان قطز كان ليه دور كبير في قتل فارس الدين اقطاي واللي كان قائد المماليك البحريه وقتها وصديق بيبرس. وفي روايه ثانيه بتقول ان قطز كان وعد بيبرس انه يديله اماره حلب، لكنه رجع في كلامه وبيبرس اعتبر ده خيانه او اهانه. اما في مؤرخين تانيين قالوا ان بيبرس كان شايف نفسه احق بالعرش من قطز علشان هو اللي كان ليه دور كبير في هزيمه الصليبيين قبل كده في المنصوره، وهو اللي كان ليه الفضل الاكبر في هزيمه المغول في عين جالوت. يا سلام، ازاي واحد يقتل السلطان ويمسك مكانه؟ يا سيدي ده كان طبيعي في دولة المماليك، لأن وقتها ما كانش فيه نظام واضح يحدد مين اللي يمسك السلطان مكان مين، فالموضوع كان بالقوة والتحالفات. المهم نرجع لموضوعنا. بيبرس بقى هو السلطان لأنه كان أكتر واحد أحق بيه من وجهة نظر المماليك. ليه بقى هو أحق واحد؟ علشان الراجل كان بطل معركة عين جالوت وصيته مسمع في مصر والشام، وفعلا اتولى الحكم وخد لقب الملك الظاهر ركن الدين بيبرس. أيوه كده يا عم، الصورة ظهرت. ممكن بقى تسكت خالص عشان أكمل الفيديو بدل ما أسيبهولك تكمله لوحدك؟ خلاص كمل يا سيدي، مش هفتح بقى. ايوه اقعد ساكت. الراجل كان عارف ان السلطه دي مش هتستمر لو ما كانش ليها غطاء ديني يديها شرعيه، لان المماليك نفسهم جايين من خلفيه عسكريه، ناس اتدربوا هم صغيرين وبقوا جنود، مش زي الاسر الكبيره اللي ليها تاريخ في الحكم، وعلشان يتقبلوا كحكام لازم يكون عندهم رمز ويوصلهم بالتراث الاسلامي. عمنا بيبرس بقى سنه 1261 جاب واحد من نسل الخلفاء العباسيين اسمه ابو القاسم احمد، وده كان من اولاد الخليفه الناصر لدين الله العباسي. ولما جه القاهره بيبرس اعلن انه هيبقى الخليفه المستنصر بالله، ومن اللحظه دي القاهره بقت المقر الجديد للخلافه العباسيه بعد ما بغداد وقعت على ايد التتار سنه 1258. وبكده يا سيدي ربط نفسه بالشرعيه الدينيه والسياسيه، يعني بقى يحكم باسم الخليفه والخليفه في نفس الوقت تحت جناحه، ودي كانت حاجه رفعت مكانه المماليك قدام كل الدول الاسلاميه. بقوا مش مجرد سلاطين عسكر، دول بقوا حماة الخلافه نفسها، وبقت خطب الجمعه تتقال باسم الخليفه العباسي في القاهره، واسم بيبرس يتقال معاها كحامي وحاكم. سنه 1263 ميلادي بيبرس كان خلاص ظبط اوضاعه جوه الدوله وجمع جيش قوي جدا. ساعتها قرر يبدا اول مواجهه حقيقيه مع الصليبيين اللي كانوا لسه قاعدين على سواحل الشام وعاملين شويه دول صغيره كده زي قيصريه وعكا وصور، فبدا بحمله على قيصريه، ودي كانت من المدن اللي الصليبيين محصنينها كويس جدا، الجدران عاليه والبحر في ظهرهم. بس على مين؟ بيبرس كان راجل تخطيط من الطراز الاول، حاصر المدينه من البر والبحر وخلى المراكب المملوكيه تمنع اي امدادات توصل، وبعد قتال عنيف الجنود اقتحم الاسوار والمدينه وقعت في ايده. بيبرس بقى امر بهدم الحصون والمينا علشان مفيش صليبي يفكر يرجع لها تاني بعد كده. وبعد كده طلع على عكا اللي كانت ساعتها اكبر مركز للصليبيين في الشام، وكان فيها بقايا فرسان المعبد والاسبيتاريه. بس هنا بيبرس ما دخلش مواجهه كامله، كان هدفه بس يرهبهم اكتر من انه يحتل المدينه نفسها، لانه كان عايز يشوف رد فعل اوروبا، فعمل غارات سريعه كده ودمر القرى والمخازن اللي حوالين عكا وقطع طرق الامداد بينها وبين باقي المدن الصليبيه. التحركات دي كانت رساله واضحه ان المماليك بقوا اصحاب الكلمه في الشام، واللي هيفكر يقرب من حدودهم مصيره معروف. وفعلا اوروبا كلها بدات تتابع اخبار بيبر، خصوصا بعد ما عرفوا انه بيجهز حملات ورا بعض من غير ما يدي فرصه لاي دوله صليبيه تاخد نفسها. وفي سنه 1265 بيبرس دخل في مواجهه مع التتار. التتار كانوا فاكرين انهم هيرجعوا الشام، لكن بيبرس سبقهم وبعت طليعه صغيره كانها جيش ضعيف، فلما التتار اندفعوا عليه خرج عليهم بالجيش الاساسي وضربهم من الجنبين، ومن بعدها التتار ما قدروش يسيطروا على الشام. وفي نفس السنه دي بيبرس حاصر مدينه ارسوف الساحليه. بيبرس دخل جزء من جيش المدينه كانهم هربانين، وبعد ما فتحوا البوابات هجم الجيش كله وسيطر عليها. بعد كده راح على قلعه صف اللي كانت مع فرسان الاستباريه، فرسان القديس يوحنا. القلعه دي كانت متحصنه جدا، لكن بيبرس ضربها بالمنجنيق وقطع عليهم الماء والهواء، وبعد حصار طويل سلموا القلعه وبيبرس دخلها رافع الرايه. وفي سنة 1266 رجع تاني لمدينة أرسوف وسواها بالأرض علشان محدش يرجع لها تاني من الصليبيين، وكمان ضرب يافا وضمها للدولة. كل ده كان بيعمله علشان يخلي الصليبيين يتراجعوا. وفي سنة 1268 حصلت أكبر ضربة للصليبيين، سقوط أنطاكيا. بيبرس بعت رسائل لأمراء أنطاكيا يطمنهم إنه مش ناوي يهجم، وفي نفس الوقت كان بيجهز جيش ضخم. وفجأة الناس لقيوه واقف قدام سور المدينة وكان محاصرها من كل ناحية، وقطع الإمدادات عليها وضربها بالمنجنيق برضه. وبعد حصار شديد أنطاكيا وقعت. سقوط أنطاكيا كان صدمة لأوروبا كلها، لدرجة إن البابا في روما بعت نداءات لحملة صليبية جديدة. بيبرس ما وقفش عند المعارك بس، ده كان بيبني دولة حقيقية. عمل شبكة بريد قوية فيها خيول ومحطات من القاهرة لدمشق، يعني أي رسالة كانت بتوصل في أيام قليلة، وده خلاه دايما عارف أخبار التتار والصليبيين قبل ما هم يتحركوا. وفي سنة 1277 ميلاديا بيبرس سافر على دمشق كالعادة علشان يشوف بنفسه أوضاع الشام ويتابع الولاة والجيش. الراجل ما كانش بيحب يقعد في القصر، كان دايما في حركة، يلف على الأقاليم بنفسه ويتأكد إن كل حاجة ماشية زي ما هو عايز. لكن في الرحلة دي فجأة بيبرس حس بتعب شديد وبدأت حالته تسوء بسرعة. يوم 1 يوليو سنة 1277 انتشرت الأخبار في المعسكر إن السلطان مريض
وبعد ساعات قليله الناس اتصدمت بخبر وفاته. وهنا بقى بدات الروايات تكتر. في ناس قالت ان السلطان اتسمم بالغلط لانه كان محضر سم مخصوص علشان يخلص بيه على واحد من خصومه، لكن الكاس اللي فيه السم اتبدل بالغلط فشربه هو. وفي روايه تانية قالت انه مات بمرض طبيعي، يمكن من كتر الاجهاد والسفر والضغط اللي كان فيه، خصوصا ان الراجل ما كانش بيهدى ولا يوم. حرب هنا، حمله هناك، وتنظيم واداره طول الوقت. بس اللي الكل اتفق عليه ان موته كان صدمه كبيره جدا، لان بيبرس ما كانش مجرد سلطان، ده كان عمود الدوله نفسها. هو اللي بنى هيبه المماليك، وهو اللي قضى على التتار والصليبيين، واندفن في دمشق واتعملت له جنازه كبيره حضرها العلماء والولاه والجنود، واتدفن هناك في مدرسته اللي بناها بنفسه جنب الجامع الاموي، وسموها بعد كده المدرسه الظاهريه. وبكده انتهت حياه واحد من اعظم سلاطين المماليك، الظاهر بيبر، اللي قدر يحول المماليك من مجرد جنود مأجورين لحكام دوله كبيره. من يوم ما مسك الحكم بعد قطز لحد لحظه وفاته، الراجل ما عرفش طعم الراحه، لا في حرب ولا في سلام. كان دايما عنده هدف واحد، ان مصر تبقى القوه اللي العالم كله يحسب لها الف حساب، واسس نظام دوله حقيقي بعد ما كانت فوضى. ولحد النهارده كل اللي يقرا تاريخه لازم يعترف ان الظاهر بيبرس ما كانش مجرد سلطان، ده كان رمز للقوه والدهاء والشجاعه. ومات وهو في عز مجده، سايب وراه دوله قويه وهيبه خلت اعدائه يخافوا حتى من اسمه. وهنا بتنتهي حكايه الاسد اللي حمى مصر والشام. سيبني بقى انا اقول الختام. ماشي يا عمو، ايوه كده اتعدل. اتمنى يكون الفيديو عجبك، ما تنساش اللايك وتشترك في القناه، واستناني في اصل الحكايه الجايه.